السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشخص المسمى بأيمن السلحدار أخذته فقط كنموذج ومن ورائه من يشبهه من أصحاب القنوات الذين يقتاتون فقط من بث الرعب بين الناس وإيهام الناس بأن النهاية قريبة وأن الكارثة قريبة وأن المصيبة قريبة. كل منشور ينشرونه أو فيديو يصدرونه على قنواتهم البائسة يبدأونه هذا بالجملة التالية: هذا فيديو مهم، أرجو النشر، والأمر خطير، وسيقع كذا، والمهدي سيظهر، والدجال سيظهر. يقتاتون من إرعاب الناس ومن إخافة الناس، وعلى رأسهم هذا الشخص المسمى أيمن السلحدار. هذا الشخص أنا أتابع ما ينشره من أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات. كان يدعي في البداية أنه صحفي، وعندما أخذت قناته واتبعه أراذل الناس وسذج الناس وكبر عدد المتابعين لقناته البائسة، خشي أن يظهر من هنا وهناك شخص يتهمه بأنه ينتحل صفة الصحفي، فعدل عن هذا الأمر، بالرغم من أنه في بداية مشواره كان يصدر فيديوهاته بأن ينعت نفسه بالصحفي أيمن السلحدار. أحب أن أقول لك يا أستاذ أيمن أني لا أهتم باليوتيوب، ولا أهتم بالقناة على اليوتيوب، ولا أريد لها أن تكبر، ولا أتصيد المتابعين، حتى لا تتهمني بتهم تبرر بها ما قلته تجاهك من أقوال. واضح ولا؟ واضح. أنا لا أهتم بتاتا، ولي مآرب أخرى، ولي أشياء أخرى، ولي اهتمامات أخرى أكبر وأعلى من تلك الملاليم التي تنفق جهدك وتقوم بصباغة شعرك الذي غزاه الشيب من أجل أن تظهر بمظهر لائق وتأخذ بعض الملاليم. ورثت عن والدك بعض الدكاكين أو بعض العقارات أو أرض هنا وهناك أو هناك تقوم بكرائها، ولا شغل لك ولا مشغل إلا أن تجلس يوميا أمام جهاز هاتف بائس بطريقة بائسة، تصدر الفيديوهات وكأنك أنت المعلم، وجميع الطلبة عليهم بالجلوس والاستماع إلى رسائلك وإلى دروسك النافعة، وأنت لا شيء لك، وأنت أفرغ من فؤاد أم موسى. يا أيمن يا سلحدار، لا يهمني فيك أتريد أن تربح من اليوتيوب أو غير اليوتيوب، فليرزقك الله من حيث شاء له أن يرزقك، ولكن ما أعيبه عليك وما أنقده فيك أن تصدر للناس الرعب وتصدر للناس الخوف وتضخم من الأشياء. آخر فيديو رأيته لك رامز ولا شكونه رامز جلال سيقدم برنامج منتحلا شخصية الدجال، لكن العديد من متابعيك قام بانتقادك وقام بتكذيبك، فقمت بالتراجع عن ذلك في الفيديو اللاحق. وكم تراجعت من مرة بعد أن نشرت أكذوبة من أكاذيبك. يا أيمن يا سلحدار، كفاك كذبا على الناس وكفاك إيهاما للناس، لأنك
لست صحفيا ولست مثقفا، وإن قرأت كتابا من هنا وهناك لأنيس منصور أو لغير أنيس منصور، أو قرأت بعض الأجزاء من الجفر أو غيرها، فلا تظنن نفسك مثقفا، لأني أنا قد درست أكثر منك. أنا أمضيت 6 سنوات بعد البكالوريوس أو بعد الثانوية العامة كما تدعونها في مصر، ولي 3 شهائد وطنية، ولي أستاذيتان، للإجازة الوطنية في علوم التربية وللإجازة الوطنية في اللغة العربية. أرنا إجازاتك وأرنا شهاداتك يا أيمن يا سلحدار يا مثقف، حتى لا تهرطق على الناس ولا تكذب على الناس ولا تبث الرعب في صفوف الناس. وآخر حلقات هذا الرجل أخذ يهاجم أحد المترشحين لرئاسة مصر زاعما بأنه الدجال. كم أنت مضحك وكم أنت سخيف. الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وكيف سيظهر ومن أين سيخرج ومن سيتبعه. أخذت أنت ويقول رأيت مناما ظهر فيه هذا الشخص. طبعا سترى مناما يظهر فيه هذا الشخص أو غيره، لأنك دائما لديك هوس بهذه الأشياء. هل أنت سيدنا يوسف حتى نصدقك ونصدق مناماتك أيها السخيف؟ أنت سخيف، أنت سخيف يا أيمن يا سلحدار. وأعود لأذكرك، أنا لا أنشر هذا الفيديو لأنك ستتهمني بأنني أستغل اسمك لكي أكبر قناتي. والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي أنزل القرآن على محمد، ليس لي اهتمام لا باليوتيوب ولا بقنوات اليوتيوب ولا بالربح من اليوتيوب ولا بالربح من غير اليوتيوب. فقط جلبت انتباهي فيديوهاتك التي تنشرها بصفة يومية. أنا أتساءل بيني وبين نفسي، أليس لك عائلة؟ أليس لك أطفال تهتم بهم؟ أليس لك زوجة؟ أليس لك أهل؟ يوميا تنشر بال4 فيديوهات يوميا. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنك شخص حياته فارغة، وإنما أنت توهم الناس بأنك شخص مهم ومطلع. رأس مالك جهاز هاتف بئس. لديك جهازان، جهاز هاتف قديم واشتريت جهاز هاتف جديد، أصبحت واشتريت ميكرو صغير تعلقه هنا ثم تعلقه في الهاتف الآخر. هيا لك من سخيف. رأس مالك جهاز هاتف بسيط. فيديوهاتك على درجة من الحقارة وعلى درجة من البساطة، ولا تنطلي إلا على السذج من الناس والبسطاء من الناس. ولذلك أدعوك أن أنت لديك شيء من البلاغة، أدعوك ونصيحة أخ لأخيه أن تنتهج هذه البلاغة وأن تستعمل هذه البلاغة في إنشاء محتوى مهم يفيد الناس ويجعل الناس يهتمون بحياتهم بدل انتظار الدجال وانتظار المهدي. عندما يظهر المهدي سنكون من أتباعه بإذن الله، ولسنا في حاجة لك ولا لغيرك ولا لهني محمود ولا لسبايدر ولا لبقية السخفاء من الناس ممن يقتاتون على ملاليم اليوتيوب لكي يحذرون من ظهور الدجال أو من ظهور أو يبشرون بظهور المهدي. لذلك كفاك هرطقة وكذبا عن الناس. هذا الفيديو الأول الذي أرسله لك، وأنا متأكد أنه سيصلك، ولي فيديوهات أخرى حتى تعود إلى حجمك الطبيعي. يا أيمن يا سلحدار أيها الصحفي الذي
تخلى على صحفيته لأنه خشي أن يتهم بانتحال شخصي. أنت لست صحفي، وأنت إنسان بسيط وتافه، لا أكثر لا أقل. سلام.